تحياتي والسلام عليكم. أولا سيدي الرحمة على شهدائنا الأبرار، والرحمة والمغفرة لهم، والثبات والحرية لشعبنا العزيز. حبيت نعطي معلومة اختيار ياسر بما يخص وزارة الداخلية. قاعة العمليات هي سبب العمليات الإرهابية، هي هذه قاعة العمليات بوزارة الداخلية، ماهيش تحت سلطة وزير الداخلية والحكومة ولا حتى رئيس الدولة، هي تحت أوامر عصابة قوى الردة، عصابة كمال الطيف. وعنا توا احنا أكثر من 3 سنين ونقاسيو من العمليات الإرهابية المنسقة من هذه قاعة العمليات. وقبل ما يصير معناها الاغتيالات كل شيء محضرين الكمين ولا الكمائن لقتل معناها شرفاء البوليس ولا الجيش، يعني يعطيهم تعليمات مزيفة باش يمشيوا يخرجوا يتوقوا المكان. لكن هذا كمين ضد شرفاء الأمن والجيش. واللي صار معناها البارح في القصرين هذا دليل قاطع على كونه الأشخاص الإرهابيين التابعين كمال الطيف هما من قاموا باغتيال شرفائنا، ويلصقوا تهمة كالعادة بالسلفيين والحركات الجهادية. كيفاش توا القصرين معناها منطقة مطوقة فيها معناها آلاف من الجيش والبوليس وسلاح معناها، وكل منطقة معناها فيها نقطة تفتيش. كيفاش دخلوا هذوما العشرة الإرهابيين؟ دخلوا عن طريق القاعة تعطي في التعليمات، القاعة متاع الاستخبارات في وزارة الداخلية اللي تخدم مع كمال طيف والمجرمين من القناصة اللي مازالوا ما تشدوش. اللي صار يا توانسة راهو معناها مخطط دني ضد شرفاء الأمن، ضد شرفاء معناها الزولية من الأمن، وضحوا بهم. ريتش انت عقيد ولا كولونيل مات، ريتش واحد من الساحل، حاسة شرفاء الساحل مات كانوا من قصرين ومن القروان معناها زولية معناها يخدموا على صغار قتلوه. ولهذا ردوا بالكم، يعطيكم معناها تعليمات من غرفة الاستخبارات، غرفة التعليمات هذه نتاع وزارة الداخلية. ردوا بالكم راهو كمين باش يقتلوكم يا زولية الأمن يا زولية الجيش، ردوا بالكم. هذه رسالتي حبيت نبلغها إلى الأمنيين الشرفاء الزولية، راهو يضحي بكم لمصلحة كمال طيف ولمصلحة حكومة الظل والثورة المضادة. هذه حبيت نوصل معنا هذه المعلومة باش مرة جاية ما تحوش الفخ. يعطيكم تعليمات باش تمشطوا معنا منطقة من المناطق التونسية ما تمشيوش. ردوا بالكم راهو كمين لقتلكم. هذا هو آخر كلامنا، والسلام عليكم.